تخيل معايا انت كعساس كتخرج في الليل باش تزاول المهنه ديالك وتعس على طوموبيلات عباد الله، ولكن ما كتكونش عارف باللي كاين واحد حاضيك من اللور ما عندوش غرام د المشكل يصفيها لك غير باش يوصل لداك الشيء اللي بغا. في مدينه الناظور الرعب ما كانش جاي من سفاح كيقتل ولا مجرم عادي، وما كانش جاي حتى من عصابه ديال المخدرات. الرعب كان جاي من شبكه اجراميه خطيره كانت كتسرق طوموبيلات الكلاس، واي واحد كيوقف في طريقها كيصيفطوه عند اللي خلق، واي حساس كيتلاقاو به كيشنشطوه. البوليس حاروا معاهم، ولكن الحقيقه كانت مخبيه في بلاصه ما كان حتى واحد متوقعها، والشخص اللي غادي يطيح هاد الشبكه كامله ما كان لا بوليسي ولا مخبر سري، بل كان واحد العساس كان من المفروض يكون هو الضحيه ديالهم الجايه. شنو وقع بالضبط وكيفاش تحولات عمليه سرقه طوموبيلات الى سلسله جرائم قتل هزات مدينه كامله، وكيفاش طيحوا اخطر افراد هاد العصابه بعد ما كانوا كيبانوا فوق القانون. هادشي كامل غادي نعرفوه في قصه اليوم. شدوا معايا شي قنت خاوي ونبداو على بركه الله. في 2006 مدينه الناظور كانت عايشه واحد الفتره اللي كلشي ولا خايف غير من خياله، خصوصا العساسه اللي كيغارديو في الليل. في ذاك الوقت بداو كيقولوا باللي كاين شي عصابه هي اللي منوضه هاد الحيحه كامله، وماشي اي عصابه. كانوا كيسرقوا الطوموبيلات الكلاس، يعني داكشي ديال مرسيدس كلاس اودي، بواحد الطريقه ما كيخليو حتى اثار من موراهم. والمشكل الكبير اي حساس كيصادفهم ولا كيجي طريقهم كيغبروا ليه الاثار ولا كيخليوه ميت في بلاصتو، بحال الا كيبغيو يوصلوا رساله للبوليس باللي حنا صعصع ومستحيل توصلوا لينا ولا تغلبونا. البوليس ما بقاش جالس كيتفرج، دارت اكبر حمله تمشيط عرفاتها المدينه، تفتيش تحقيق ومراقبه، قلبوا في كاع البلايص والدروبه، ولكن والو، ما وصلوا حتى شي نتيجه. العصابه كانوا خدامين بحال الاشباح، كتضرب ضربتها وتغبر، حتى كيغبروا الناس كيقولوا صافي مشاو تهنينا منهم، حتى كيبانوا ليك رجعوا بموتيف اخر. هاد المره هاد العصابه غادي يهاجموا واحد الباركينغ، غادي يوقع اشتباك وسرقوا طوموبيلات وحده مورا وحده وهربوا بالزربه. داكشي شنطن البق ما يزهق، حتى غادي يوصل بلاغ مفاجئ للبوليس كاين عساس ميت في واحد الدرب. الراجل كان معروف عند الناس، عساس كبير في العمر خدام سنين وهو كيغاردي الطوموبيلات ديال الدرب وما عمرو نوض شي صداع. ولكن داك الصباح لقاوه مليوح قدام الكرسي ديالو جثه هامده. البوليس وصل بالزربه، طوقوا البلاصه ودخلوا فرقه مسرح الجريمه، ومن اللقطه الاولى بان ان هاد القضيه ماشي موت عادي. العساس ما ماتش غير هكاك، كان متعرض لضرب وحشي وبالعصا وبطريقه بحال هاد خونا كائن متوحش ماشي انسان عادي، حيت هذا اللي ضربوه ما فرق ما بين راجل كبير ولا دري صغير، صفاها ليه بدم بارد. ولكن علاش؟ شنو عند عساس كبير في العمر باش يتقتل بهذه الطريقه الوحشيه؟ واش زعما سرقه؟ ولكن اش غادي يسرقوا من راجل عساس كبير في العمر؟ الغد ليه مع 10 ديال الصباح جا راجل ومرتو البوليس باش يديروا تصريح باللي طوموبيلاتهم شفرات، ومن بعد ما دققوا معاهم في الهضره والبلاصه فين تسرقات غيأكدوا ليهم باللي الطوموبيل كانت مبلاصيه عند داك العساس نيت، ومني فاقوا الصباح ما لقاوهاش. ايوا هنا الصوره بدات كتوضح مزيان. العساس ما ماتش غير هكاك، هادوك الناس جاو باش يسرقوا الطوموبيل. العساس مسكين باينه كان باغي يحبسهم، ولكن صفاوها ليه الله يرحمه. البوليس سولوهم على التفاصيل ديال الطوموبيل وقالوا لهم باللي الماتريكول ديالها هو سين 5 وزرقاء. سجلات المعلومات والماتريكول والاوصاف كامله، ودازت الاوامر جميع السدود الامنيه. دازت ايام من بعد هادشي، البراجات خدامين، المراقبه مشدده، ولكن حتى نتيجه ما بانت. العصابه كانوا عارفين اش كيديروا وعارفين كيفاش يتخفاو، ممكن يدوزوا من حداك ويجلسوا في شي قهوه وما تشك حتى شي واحد فيهم. البوليس حتى هو مشى يسول عائله العساس، عرفوا باللي العساس مسكين كان راجل متقاعد وعياو فيه عائلته باش يجلس يرتاح، ولكن هو ما كانش كيسمع ليهم، كان باغي يبقى يخدم ويتلهى مع الخدمه. ولكن في الاخر جابها في راسو على ود الطوموبيل، ومن هنا القضيه ولات خطر، حيت دابا كلشي ولا واضح. هاد العصابه ماشي غير كتشفر، هاد العصابه قادره تقتل. سولوا العائله واش عنده شي عداوات، شي مشكل، شي ناس كانوا كيجيو عنده، ولكن حتى واحد ما عطى جواب يوصل لراس الخير. قالوا لهم كان غير كيخدم، كيجي كيبات سهران يحضي الطوموبيلات والغد ليه كيرجع للدار عادي. البوليس وقفوا وما لقاوش راس الخيط اللي غادي يوصلهم لهاد العصابه، حيت في ذاك الوقت ما كانتش الكاميرات منتشره بحال دابا، يعني لا تسجيلات لا صور لا والو. ولكن العصابه ما سالاتش هنا،
ما كملوش حتى 20 يوم وضربوا ضربتهم مره اخرى. بلاغ جديد غيوصل للبوليس، خاصكم تجيو دابا. مشاو بالزربه والمنظر كان صادم مره اخرى. عساس اخر ولكن هاد المره شاب في الثلاثينات من عمره، خدام على عائلته، مرمي حدا الكاريطه ديالو ومضروب بموس وغارق في الدمايات. نفس السيناريو كيتعاود تقريبا، هجوم مفاجئ في الليل وما كاين لا شهود لا والو. ولكن هاد المره شي ناس من اللي ساكنين قالوا كانت واحد الطوموبيله فيات مبلاصيه تماك وما بقاتش غبرات. هنا البوليس ما بقاوش محتاجين دليل كبير، نفس الطريقه نفس التوقيت ونفس الهدف، يعني بنسبه كبيره هادو نفس العصابه الاجراميه. ولكن الخطير انهم زادوا في النسق ديال الاجرام ديالهم، ما بقاوش غير كيشفروا ولاو كيقتلوا باش يوصلوا للي بغاو. دابا الحصيله ولات واضحه، اول طوموبيل اختفت بلا اثر، ثاني طوموبيل اختفت زائد قتلوا عساس، وثالث طوموبيل شفروها قتلوا عساس اخر. ثلاثه طوموبيلات وجوج ديال الرواح مشاو. فرقه مسرح الجريمه اكدت باللي الجريمه وقعت مع الفجر، ونفس السيناريو، لا بصمات لا ادله لا شهود، بحال الارض كتنشق وتبلعهم. السؤال اللي بقى كيدور، شكون هادو وشحال هما؟ واش جوج ولا ثلاثه ولا هذه شبكه كبيره؟ المدينه دارت حاله استنفار، الناس ولات خايفه واي واحد ممكن تسرق ليه طوموبيلته واي عساس ممكن يكون هو الضحيه الجايه. البوليس حتى هو بدل استراتيجيه، نبهوا الكراجات والناس اللي كيبيعوا البياس، اي طوموبيل مشكوك فيها واي ماتريكول مبدل يبلغوا به في البلاصه. ولكن حتى هاد الطريقه ما عطاتش نتيجه، وبقات فرضيه وحده وهي اللي بنسبه كبيره هي اللي صحيحه. هاد الطوموبيلات ماشي غير كيتشفروا عشوائيا وعلى الله، ولكن كاين عليهم الطلب، يعني شي واحد كيعطي المواصفات للعصابه والعصابه كتجيب ليه الطوموبيل هي بالضبط. خدمه منظمه باحترافيه كبيره وخدامين بعقل بارد، حيت الا كانوا غير كيشفروا غير على الله غادي يطيحوا في الشبكه دغيا. ولكن بهذه الطريقه كيخدموا كيتسلموا المهمات وكيغبروا في البلاصه. وهنا البوليس بدا يفهم ان اللي قدامه ماشي شفار عاديين ولكن شبكه ذكيه وخطيره، والاخطر انهم ما عندهم حتى شي مشكل يقتلوا اي واحد يوقف في طريقهم. هاد الناس ماشي شفاره عاديين بل حريفيين، اكيد ما خدامينش بوحدهم، كاين شي ناس وراهم، ميكانيكيين وناس كيفهموا مزيان في الطوموبيلات. حيت دابا غنسولكم غير بالعقل، انت كيفاش غتشحال طوموبيله بلا ساروت وبلا كونتاكت، وكيفاش غادي يديماريوها ويهربوا؟ الجواب كان واضح، كاينين ناس كيفهموا مزيان في الطوموبيلات والخبره كاينه، ولكن للاسف الرحمه ما كايناش. دازت اكثر من شهر حتى شي عمليه سرقه هاد المره ما وقعت. البوليس قال بلي هاد الناس عارفين بلي حنا كنقلبوا عليهم وتخباو، ولكن التحقيق ما وقفش. كانوا عارفين هاد النوع كيضرب ضربته ويغبر. ولكن المفاجاه كانت جايه من بعد شهرين تقريبا. واحد الصباح جا اتصال للبوليس، الوالد ديالي عساس تعرض للاعتداء. مشاو بالزربه لقاو نفس السيناريو، عساس في الكاريطه ديالو مضروب. ولكن هاد المره كاين تفصيل جديد، واحد الراجل جا كيقول باللي تشفرات ليه الكاتكات ديالو وضربوا العساس وداوها. هنا البوليس فهم مباشره باللي العصابه رجعات عاوتاني. تسجلات المعلومات والماتريكول والاوصاف، ولكن نفس المشكل، الكاميرات ما كاينينش وما كاينش الدليل. هاد الناس خدامين بذكاء عالي، ولكن حتى الذكاء عالي شي مرات راه ما كيوقفش معاك، حيت في هاد المره داروا غلطه صغيره وهي اللي غادي تفضحهم. العساس هاد المره ما ماتش، بقى حي تضرب بالجهد وداوه للسبيطار والسيد دخل في غيبوبه. والبوليس كان كيتسنى حاجه وحده، هو يفيق، حيت هو اول خيط حقيقي في هذه القضيه. داز 3 ايام والعساس فاق. البوليس جاو عنده مباشره سولوه على شنو وقع. قال لهم باللي اخر حاجه كان عاقل عليها هي انه كان في الكاريطه ديالو تقريبا مع الوحده ديال الليل كيكمي بوحدو. جا عنده واحد الراجل وقال ليه السلام عليكم، قال ليه بلي بنتي ليا براني وقال بلي باغي يشعل كارو، قال ليه بلي ما كيبيعوش. السيد الاخر بدا كيشكي عليه وقوى معاه الهضره بزاف، وقال حتى هو باغي غير يكمي وصافي ويمشي. السيد حشم، عطاها ليه، غير عطاه الكرسي وجلس حداه وبقاو كيهضروا ويضحكوا ويكركروا. شويه الحساس غيدور وجهه بظهره، غيحس بضربه بالجهد من اللور، من تما ما غيبقى عاقل على حتى شي حاجه. فاش فاق العساس البوليس سولوه واش باقي عاقل على داك الراجل، واش الا شفتيه دابا تعرفوا؟ العساس قال لي ايه، عاقل على الاوصاف ديالو كامله. قال لهم كان طويل وسمر ورقيق، ولكن الحاجه اللي بقات في بالي مزيان هي السيكاتريس الكبيره اللي في الجبهه ديالو. سولو واش متاكد تقدر تعرفوا؟ قال لهم غادي نعرفوا بلا شك، ولكن الاخرين انا ما شفتهمش، كنت غير معاه حتى حسيت بالضربه من اللور، ومن بعد ما بقيت عاقل صراحه على والو. البوليس من بعد جابوا ليه تصاور ديال الناس اللي عندهم صواويق، بدا كيشوف فيهم واحد بواحد، ومن بعد
قال باللي هذا الشيء اتحد ما فيهم هو. هنا البوليس حاروا كثر حيت هاد الاوصاف ما كايناش في حتى شي ملف، ما كاين حتى شي واحد بهذا الشكل مسجل، وهذا الشيء صعيب يتصدق حيت نادرا ما كيكون شي واحد اول مره يدير جريمه بهذا المستوى، يضرب يشفر ويختفي ويخبر. غالبا هاد النوع ديال الجرائم كيديروه ناس اللي مجربين زعما دازوا من الحبس وعندهم تجربه، ولكن هنا الحاله مختلفه، صفحه بيضاء. وهذا الشيء اللي زاد عقد القضيه اكثر، وزيد عليها طوموبيلات اللي كيتشفروا ما كيبانوا في حتى شي باراج، ما كيدوزوش وما كيتسجلوش وما كيتقيدوش. البوليس بدا كيشك باللي ممكن كاين تفكيك وبيع بياس، ولكن حتى هنا الخوف مخلي حتى واحد ما يقدر يهضر. اي واحد تيسولوه تيقولوا ليه ما عرفتش ما شفتش الله اعلم، مخدمين داك المثل ديال سبق الميم ترتاح. وهنا القضيه سخنات اكثر، جرائم كتوقع، ناس كتموت وطوموبيلات كتغبر، والبوليس ما عنده لا دليل لا خيط. حتى بداو كيقولوا يمكن هاد العصابه صافي فلتات منا، ولكن من بين الصدف اللي ما كتدخلش العقل، واحد النهار جا بلاغ على مضاربه كبيره في واحد الدرب هذا معروف بالمضاربات والتشرميل. البوليس مشاو بالزربه، شدوا كلشي اللي كان تما وجابوهم للكوميساريه باش يديروا الاجراءات. وبين ما هما خدامين واحد الكوميسير شداتو ملاحظه صغيره، شاف واحد الشاب من بين دوك الناس عنده نفس الاوصاف اللي قالهم العساس، طويل وسمر ورقيق وفي الجبهه ديالو سيكاتريس واضحه. البوليس هنا ما بينوا حتى ردة فعل، ولكن فهموا باللي ممكن يكون خيط مهم، خصوصا وان الشاب ما عنده حتى شي سوابق، خونا صفحه بيضاء. وهذا اللي خلاهم يتعاملوا معاه بحذر، وخداو معلوماته كامله والتصويره ديالو والبطاقه الوطنيه، ومشاو مباشره عند العساس باش يتاكدوا. وراو ليه التصويره، العساس غير شافها تبدلات الملامح ديالو، اي هو هذا خونا اللي جا عندي. ولكن البوليس ما زربوش، ما شدوهمش دابا حيت خاصهم يخدموا العقل ديالهم قبل. خلاوه يمشي وبداو يراقبوه من بعيد، وفتحوا عليه تحقيق سري باش يعرفوا واش خدام بوحدو ولا وراه شبكه اجراميه. السيد سميتو حميد، ميكانيكي خدام في واحد الكراج لتحت، كيتعامل مع ميكانيك السيارات بكل التفاصيل ديالها. هاد النوع ديال الميكانيكيين كيعرفوا الطوموبيلات مزيان، كيفاش كتحل وكيفاش كدور وحتى كيفاش كتهرب الا بغى شي واحد يستغلها بشي حاجه بحال الشفره. حميد كان مزوج وعنده 2 ولاد وعايش حياه عاديه قدام الناس، ما كانت كتبان عليه حتى شي حاجه مشبوهه. كان عنده واحد صاحبه مقرب ليه، وواحد ثالث من بعد غادي يبان في القضيه. في واحد النهار البوليس كان مركز على حميد، المعلومات اللي عندهم كانت جايه من مخبرين، عرفوا انه كيمشي لنفس القهوه ديما وكيجلس مع نفس الناس. هاد القهوه كانت معروفه في الدرب وكتجمع نفس الوجوه ديال داك الحي. حميد وصاحبه شافوهم في واحد اللحظه اللي كانوا فيها سكرانين داخلين في مشاكل مع شي ناس تما في الدرب. كانت غير مضاربه عاديه في البدايه، ولكن البوليس بدا كيراقب بالصقيل، كيدير التحريات ديالو بلا ما يبان. ومع الوقت بقى حميد تحت المراقبه، ولكن ما بان حتى شي سلوك واضح اللي يخلي البوليس يعتقلوه مباشره. كان خدام وكيبان عادي حتى جا النهار المعلوم. حميد جا القهوه مع صاحبه، وهنا غادي يدخل العنصر الثالث لاول مره، واحد الشخص عمرو بان معاهم من قبل وما عندوش اي علاقه ظاهره بهم. جلس معاهم وهضروا شويه ومن بعد نعسوا كاملين. منين تسالات الجلسه ركبوا في طوموبيل حميد وخرجوا من المدينه، والبوليس بقى تابعهم من بعيد حتى وصلوا لواحد المنطقه بعيده اللي كانت دايره بحال الفيرما وسط الدوار بعيد على المدينه. هنا البوليس وقف، ما عندهمش اذن ديال الاقتحام وخاصهم انتظار اوامر قانونيه باش يدخلوا. من بعد الموافقه البوليس اقتحم البلاصه كامله، والصدمه كانت كبيره. لقاو في الداخل ديال الفيرما تجهيزات ديال الميكانيك وبزاف ديال البياس وحتى طوموبيلات مفكين، وشي وحدين فيهم كانوا مبدلين ليهم الماتريكول. ومن بين اللي لقاو حتى كات مفكوك والقطع ديالهم مفرقين، ولكن باين انه كان داخل في عمليه تهيئه او تغيير. ومن اللحظه هذه صافي الامور وضحت اكثر، ما بقاش غير شك، ولا ملف اجرامي متكامل. الناس اللي تم التوقيف ديالهم وبدا التحقيق معاهم، ومع الضغط ديال الادله بداو يعترفوا بسهوله. قالوا باللي فعلا كانوا كيشفروا، كيجيبوا الطوموبيلات لهنا وكيفككوها وكيبيعوها بياس وكيركبوها من جديد بطرق ما كتخليها ما كتبانش. وكاين حتى ناس كيتصلوا بهم باش يجيبوا لهم طوموبيلات محدده، يعني ماشي سرقه عشوائيه بل سرقه على الطلب. ومن اخطر الاعترافات انهم قالوا باللي في بعض العمليات كان خاصهم يحيدوا اي شاهد، حيت اي واحد يقدر يربطهم بالقضيه. وهنا غادي نرجعوا للعساسه، حيت كانوا كيشوفوهم خطر مباشر، الشاهد اللي ممكن يفضحهم ويجرهم للحبس. ولكن في واحد من العمليات العساس ما ماتش وبقى حي، وهذا الشيء اللي خلى التحقيق يكمل ويطيح بهم كاملين. وهكا بان ان القضيه ما كانتش غير سرقه ديال الطوموبيلات،
ولكن شبكة منظمة فيها ميكانيك، تفكيك، إعادة البيع وقتل عند الضرورة. ومن بعد ما تشدوا الجوج ومع الضغط ديال التحقيق الأمور بدات كتخرج حبة بحبة. الجوج ما قدروش يصبروا بزاف وبداو كيعطيو الأسماء ديال اللي كانوا خدامين معاهم. ومن بين الأسماء اللي طاحت كان واحد ثالث هو اللي كان العقل المدبر الحقيقي ديال هاد الشبكة كاملة. هاد الثالث ما كانش كيشفر بيديه، ولكن كان هو العقل الوسيط، يعني هو اللي كيربط بين اللي كيسرق وبين اللي كيشري، وكيضمن انها تمشي وتباع بلا حس بحال السمسار. ومن بعد ما تكمل التحقيق الاحكام كانت ثقيله، واحد تحكم عليه ب30 عام ديال الحبس، والسمسار كذلك خدا عقوبه كبيره بحكم الدور اللي كان خدام معاهم به بزاف. اما اللي كان كيشري الطوموبيلات المسروقه خدا غير 4 سنين، حيت كيعتبروه انه مستهلك ولا وسيط اخف مقارنه بالاخرين. وها حنا وصلنا لنهايه واحد من اخطر الملفات الاجراميه اللي عرفاتها مدينه الناظور. قصه بدات بسرقه الطوموبيلات، ولكن سرعان ما تحولت الى سلسله من الجرائم الدمويه اللي مشى الضحيه ديالها ابرياء ما كان مساكن عندهم حتى شي ذنب. رحم الله جميع الضحايا ديال الناظور اللي فقدوا حياتهم في هذه الاحداث المؤلمه، والله يصبر عائلاتهم. وإلا عجباتكم هذه القصه ما بغيتوش يفوتكم المزيد من القصص ديال الجرائم الحقيقيه والملفات الغامضه اللي هزات المغرب ولا في العالم كامل، ماشي مشكل، ما تنساش ديروا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. معكم يحيى، نشوفكم في قصه جديده وملف جديد وغموض جديد. تشاو.